5 دقايق وهتكوني مخلصه الغدا، ولا هتسلقي ولا هتحمري وكمان هتحشيها، كله في صينيه واحده في الفرن. قبل بقى ما نبدا الفيديو انزلي تحت حطي لايك وصلي على رسول في التعليقات عشان الفيديو يوصل للجيل، واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. اول حاجه هنجيب بصلتين وسط كده هنبشرهم، وفي حله هنحط معلقه سمنه وشويه زيت، وهتحطي بصلايه واحده من اللي احنا بشرناهم. نشوح البصلايه شويه لحد ما لونها يصفر، وبعدين هننزل بالكبد والقوانص بتاعه الفراخ. طبعا هتكوني غسلاها ومصفياها ومقطعاها. بس هنشوح برضو الكبد والقوانص مع البصل شويه كده، وبعدين نحط التوابل. هنحط ملح وفلفل اسمر و7 بهارات وكاري ونص معلقه قرفه ورشه جوز الطيب، رشه واحده. هنشوح بقى التوابل مع الكبد والقوانص والبصل بالشكل ده، وبعدين هننزل بالرز. هيكون طبعا مغسول ومتصفي كويس من الميه. هنشوحهم بقى مع الكبد والقوانص، وبعدين هننزل بالميه. هنا بقى اول ما الرز اتشرب، يعني هو كده نص سوا، هناخد معلقتين كبار كده عشان نحشي بيها الفرخه، والباقي هنسيبه يكمل سوا. يعني انا عامله بزياده عشان احنا بنحب ناكله كده جنب الاكل، لكن انت لو هتعملي بس الفراخ بس طبعا مش تعملي الكميه دي كلها. هنجيب بقى البصل المبشور، هنحط عليه ملح وفلفل، وهنجيب صلصه طماطم برضو معلقتين كده، هنحط عليهم برضو شويه ملح صغيرين وفلفل اسمر. هنجيب بقى الفرخه يكون حجمها وسط، يعني كيلو ونص كده، كوني غسلاها كويس جدا ونقعاها بالليمون والملح والدقيق، ومصفياها كويس وتنشفيها كويس بالمناديل ما يكونش فيها اي ميه. هندعك بقى الفرخه كويس بالبصل من كل اتجاه ومن تحت الجلد كده، ادعكيها كويس قوي، خليها تشرب من التتبيله. هتحشي الفرخه بعد ما الرز يبرد، متحشيهاش والرز سخن عشان ما تهريش الجلد ويتقطع ويتفتح منك. الخطوه دي مهمه جدا في اي حشو فراخ او حمام. ما تحشيش الحمام او الفراخ بالرز يكون سخن، هيقهر الجلد وهيسويه وهيتقطع منك. هنحشي بقى الفرخه كويس من جوه ومن تحت الجلد. انا هنا ربطت رجل الفرخه عشان ما اعرفش كانت عظمها مكسور كده او حاجه، فكانت بتتفتح، فانا ربطتها. لكن لو الفرخه بتاعتك ماسكه نفسها عادي مش محتاجه ان انت تربطيها. هندهن بقى الفرخه كويس قوي بالطماطم من بره. الطماطم هتديها لون وهتديها طعم حلو قوي. هنسوي بقى الفرخه في الكيس الحراري. هنا هنكون مشغلين الفرن مسخنينه على حراره عاليه عشان ندخل الفرخه على الفرن سخن. هنربط بقى الكيس كويس قوي، هنفتحها فتحه بس بالمقص كده من فوق، مش عايزين نخرمها كلها لان هي اصلا الكيس الحراري بيسوي على البخار، فلو خرمناه هنخرج البخار منه. فانتي تفتحي فتحه صغيره من فوق بالمقص. وهي ساعه واحده وهكون الفراخ استوت واتحمرت وكل حاجه. شايفين عامله ازاي؟ والرز تحفه. بصوا انا ولا مخيطاها ولا اي حاجه، والرز مخرجش، هي بس ايه اتفتحت من جنب شويه، الجلد اتفتح شويه. شايفين عامله ازاي؟ طعمها في منتهى الجمال، لازم تجربوها تقولي رايكم. مستويه تماما. شايفين عامله ازاي؟ حقيقي اللحم مش مستحمل ان انتي تمسكيه اصلا، لازم تجربوه. يلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي.